جواز ايوه. طب والله حلو. يلا الكيس الانساني ده ما يهول المشاكل كده، لكن الكيس السياسي ده لو عندك مشكله مع ناس الدوله ذاتها مثلا مع الرئيس او احزاب او كده، فهمتي؟ اها. كويس والله. ليه انت يا هسه زولا، قدمت من وين؟ قدمت من هنا ولا قدمت من ليبيا؟ لا انا ما مشيت مصر، انا قدمت يا سمانه قدمت في ليبيا. من امم 6 شهور الاولى عملوا لي مقابلتي كلها. ودوك الكرت بعد كم؟ بعد ست لا شهور انا هنا لا احنا كرت ما عندنا كرت زيكم كده اصفر وابيض وكده، لا لا. احنا امم عندنا المضبوطات تلجوه خلاص. توطين على طول. توطين على طول، يعني هي ذات البطاقه شنو بتستهتري بها خفيفه كده، شفتي؟ عامله زي الرقم الوطني، فهمتي؟ امم بس بس ادوك الرقم المتسلسل حق الملف خلاص. مثلا بعد 3 شهور بيعمل لك دراسه. امم بعدين تاني بيقوم بيعمل لك دراسه بعد. لو ما قبلوك في ال3 شهور الاولى في ال6 شهور، ال6 شهور لو ما قبلوك التاني السنه. يعني وخاصه يعني انت مطلقه وطبعا تجي تزيدي كلامان من عندي، فهمتي؟ اها. كويس يا هند. مسامح بجيك في الخاص تقول لي الحاجة. انا وانت اي سوا وطبعا عشان نمشي انا اسمعي وانت سوا يا هند. وزايدتي متزوجه كان مصري، ده كيس قوي شديد 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 شديد، انت عارفه. لا لا، دي خليها في الخاص. ما عشان كده قلت لك كده خليه بعدين. خلاص. بدخل عليك. تمام. ان شاء الله. هل انا ما عندك لي انا شمار ولا قصة؟ يا جماعة كبسوا لي، آه. كبسوا. انت كبسوا. قصتين لكن ده احكي وحدي. خلاص، الليلة وحدي وبكرة وحدي. ايوه ده احكي لك بتاعت المقاول ولا امم قصه اليمني. لا لا، اليمني. لكن حق اليمني ده بايخ احسن حق المقاول، لانه حلو خلاص، حق شديد. المقاول. يلا. كنا في اولى ثانوي، امم يعني عندي صحباتي شله كده، فهمتي؟ درسنا في الصحافه في مدرسه اسمها السيده عائشه بنات. امم امم احنا بنجي كل سبت بنجي فيها حصه، بيقول لها حصص اضافيه، فهمتي؟ فجينا ماشيين معي صحباتي قرابة اللي ستة، احنا دفعة، وعندي صحباتي من الصحافة جوا وواحدة من المعمورة. وعندنا صحباتنا واحدة كانت ساكنة في مصر، مولودة في مصر، شيطانة شيطانة يا سماح. شيطانة شيطانة في الشيطانة بالزيادة. خلاص ربك رب الخير. جينا طالعين ماشيين بكرعينا، لقينا المقاول ده. امم بس ما يختارني البلد اللي اختارني انا. امم وفي الزمن ده اول مرة في حياتي اتكلم مع ناجي. امم يلا قلت لهم يا اخي والله صراحه يعني بخاف اتونس معاه بالتليفون، وده حتى التليفون كان ما عندي. صاحبتي يلا اللي من مصر دي قالت لي خليني انا بتونس معاه الليل ده كله، بشبه لك وانا اسوي كانه دي. ايوه. قلت قلت لها خلاص كويس. الراجل قال لنا خلاص، وهو فاتح في مكان مقاولة في الفردوس، مش بتعرفيه؟ البلابل. اه، بعرف البلابي. قال لنا خلاص تعالوا انتوا صحباتي كلكم عندي لكم مفاجأة. قلنا له خلاص امم كويس. يا زول عجرنا لك ركشتين، كلنا انتفسنا في الركشتين. امم ما براي بخاف وبتتونس معاه شيرين، انا ما عارفه الونس اللي قالوا شنو في التليفون. امم خلاص لما مشينا ادانا قروش. امم 5000 دي كانت كتيرة في 2013. اي، كتيرة كتيرة شديد. قلت وكلنا يعني احنا كلنا كنا في عمر واحد، وكلنا بنخاف من اهالينا، ويعني البوك انت القروش كده جبتي من وين وكلام، كلام الامهات ذاك. امم قلنا لا خلاص يا زول، بعد ما شينا القروش قلنا لك الله شوف الشايب الماء محترم الكبير، بعد ما شينا القروش ومشينا منه بسنا ما خلينا ليش. ما سمحكم. لا هاي احنا قدامهم بنبز، بس بنجيب بعيرين زي الشحاتين يا انتي. ما شلت القروش خايفين. وخلعتوه. ومشينا القروش خلينا خلعتوا وخلاص. منه. ايوه هي والله اتخلقنا شنو. يا طبعا سجنكم. القروش بقينا ما عارفين القروش ما كثير نودونا، احنا ما عارفين كان تقسموها. نقسمها شنو يا بالدقيقة. اوريك المفاجأة. شفت مشينا مكتب جنب مطعم اسمه صابرين في الصينية، السوق الصينية المركزي، لكن جنب جامعة افريقيا.
امم اشترينا مصاحف الليل وقدر الليل وبكره. وديتوا وين يا شقيين الحال؟ قلنا يا زول ده قرش حرام ونقوم نوزيها صدقه. لا حول الله، ما استفدتوا منه يعني؟ لا لا. ووديتوا المصاحف وين؟ الجامع؟ ودينا الجامع، عندنا جامع في حلتنا كده، جامع تعبان بيقولوا فيه الشفة. امم فتنا قلنا للشيخ والله ده فيه راجل ابوه مات وطلع صدقه، قال لنا ودوه من المدرسه هناك، وقال لنا ودوه لاي جامع. وقمنا احنا قلنا له عندنا جامع في حلتنا ما فيها مصاحف، جبنا لك. والله عاورين. كان تمشوا تشتروا لكم الزمن ده الذهب رخيص، كل واحدة خاتم خاتم خاتم. انت عارفه الزمن ده، انت عارفه كان الجرام بكام؟ ب 30 ولا ب 20 ولا ب 10 ولا ب حاجه كده رمزيه الجرام فهمتي؟ كان ب 17 جنيه في 2013. ما الزمن ده يا سماح احنا ما كنا مفتحينه كده. امم بعدين الراجل بقى بدقدق عشان داري يلاقينا. ايوه. واحنا مشكلتنا كنا عويرين عوارة، قمنا وريناه مكان المدرسة بتاعتنا، اسم المدرسة بتاعتنا. هي ما تقول لي جاكم. يا بنت بيجي بيقف قدام المدرسة زي الخليقة، بيقعد في الكرسي. شفت الكرسي بتاعت مش كرسي يا اخي، مش في السودان بيحطوا اللساتك بتاع العربات بيقوموا بيخصخصوهم قدام الميدان. ايوه ايوه. احنا بنجي طالعين كده بنلقى لك الراجل، خلاص قمنا خيرنا الشارع يا سيدي. لا حول الله. بيجي لما بنطلع في المدرسة جوا في طريق عن الجامع، عندنا جامع جوا المدرسة كبير كده، بنخش بالجامع ونطلع بباب الجامع. ولاد الذين. تاني كان قال لكم غش زول ما تغشوا. لكن والله يا سما امم لما حصلنا ثالثة امم بسبب الراجل رحلنا خلينا المدارس كلنا اتنقلنا. عشان ما يجيكم تاني. وعندنا استاذ اسمه استاذة منى ربنا يحفظها، بنخاف منها خوف الموت، خوف الموت. لو شفنا في ضلة بتلقينا خلال في مكاننا بنرجف. امم تقول لنا والله انتوا يا بنات السوبة، شفتوا بنات السوبة ديل بيحبوا المشاكل، وانا كمان بكره القلي مثلا زول مثلا ناس الصحافه وكده يقول كان بيقولوا لنا انتوا تقعدوا ورا، يعني بنات السوبة تكونوا قاعدين ورا. يا بنت انا دورت لك شكله مع المدير لما جبت اتحاد المعلمين. لا حول الله. انت من سبب بتمشي ليه الصحافة؟ ما عندكم ما مدارس كان صحافة في التوزيع، سوبا؟ يعني احنا اول دفعه توزيع كان ما توزيع جغرافي فهمتي. احنا كنا يعني امم باقي الدفعات القديمه كانوا كلهم بيوزعوهم في السلمه، السلمه القديمه كده الانغاز كده. لكن احنا الدفعه بتاعتنا كانت يعني كان كثيره، يعني ناس جبل اولياء كانوا كميه كبيره نجوا، امم فاضطروا قاموا وزعونا في الصحافه والسيده حلوي سعد كده. أمم. طبعا الشله ديك يا سماح لي يوم الليله متواصل دي احلى شله، وما صادقت بنات تاني يعني ليه اليوم دي صحباتي. طبعا انت عارفة يقولوا صحبة الأساس دي أحلى صحبة. لا الثانوي يا سماح، صحبة الثانوي انا كفايه الصحبه الصحيح. يعني احنا كنا في الاساس ما كنا بنعرف شيء يا سماح، الواحد امم ماشي جاي زي الخليقه. لكن لما حصلنا الثانوي يا اخو جيتوا كان بيجينا مجرمين. خلاص واعيين وبيجينا نحشش وكده، وتلقي صاحب الكعبه وبتلقي صاحب الصح. اما عارفة صحوبيه يا أخت الجنجو، هسه أنا بحب صحبة الأساس. عارفاهم أكتر من أصحاب الثانوي، تصدقي. أصحاب لا لا الجامعة انا كمان نسيتهم، صحوبيات الثانوي دي كلها نسيتهم، يعني الأساس ما ما نسيتهم بتفرق. للآن. لا لا احنا كنا اكتر شيء. وبتذكر يا سماح عندنا استاذه اسمها استاذه فوزيه ربنا يحفظها وهي عايشه، دي بتدرسنا شبكة الكعب. والله صح شبكة كعب احتمال احنا ما في ليبيا يا اخوي. يلا دي بتدرسنا فنون، امم واحنا بنات شباب كلنا خدتونا في فصل واحد. وشفتي الاستاذه دي يعني هي بتحب العنصريه وكده فهمتي. امم لما تيجي تدرسنا فنون بتقول لنا مثلا ارسموا لي قريه يا كده بتقول لنا، وانا كنت رسامه. شفت الاستاذه جنة دفرافي بتقول لي المعرض بتاعت الفنون يا زهره تمسكوه انت، يعني في اسبوع ثقافي فهمتي. امم فبتقوم بتقول لي يا زهره تمسك المعرض انت وكده، بقوم بقول لها خلاص كويس، بقوم بنتخاطط فيها. امم لما المعرض يجي يوم تكون ما بكون ساوي لها اي شيء، حسب انه بكينا بنكرهها وكده. فمره جات تسمي لنا مقال بتاعت فنون، حتى الفنون طبعا فيها مقالات زي التاريخ وكده. امم
فقامت تسمي لنا المقال، لقيتنا الفصل كله ما حافظين، والحافظ قال انا ما حافظ. غتاتة بس. قامت قالت لنا والله العظيم لو ما بنات الصحافة وفصل أسماء السيدة عائشة لم ينجح أحد. قلت لها إن شاء الله ذاك شفت وزارة التربية والتعليم يجي يقفلوا مدرسة السيدة عائشة دي كلها. قالت لي ليه؟ قلت لها أنا أصلا مدرسة الصحافة دي إحنا شفتي يعني شدة ما كان كرهناها يعني سبب العنصرية. لما جات امتحان الشهادة السودانية الشطار كله كان من بنات سوبا. اتخيلي زمن قرينا معاهم أي شيء زمن الامتحانات. مشينا امتحاننا في مدارسنا بتاعت محلية جبل لوليا. انت يا اخت الجنب ساكنة سوبا ولا جبل أولياء؟ قالت لي زوره مبسوطه، قالت والله لا يلا انا اصلا يا سماح انا اصلا من مواليد الجزيره. ايوه. انا مولوده في الجزيره امم. ودرست في، يعني جيت سوبا دي درست فيها يمكن من تانية اساس. امم. بعدين اتزوجت وسكنت في الازهري مربع 21 22. امم. ايوه. ما تشأني يا سماح، ما تشتغلي بالتعليقات دي اصلا الناس محروقين. لا لا، عملت لأم معاذ ميوت عشان اسمعك. ايوه. ف انا طبعا درست الاساس في مدرسه اسمها الفرنسيه، امم. والثانوي درستها في السيدة عائشة بنات. بعدين امتحنت في مدرسة سوبا غرب، ايوه. والجامعة قريت في الأمريكية. بتعرفي الأمريكية لعلوم الطيران؟ لا والله. جامعة السودان العالمية. اخت الجنجو قدمي تاني قست، ام معاذ قدمي قست. قدمي يا اخت الجنجو. يا جماعة كبسوا لي، كبسوا 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 لي، خلوا البس ارتفع. كبسوا خلوا البس ارتفع، كبسوا لي. كبسوا لي يا جماعة. الأولاد اللي في الجست كبسوا عشان أرفعكم. يلا لما اللايف يكون ضعيف أنا بتوتر بيزهجني. داير الناس تكون كثيرة، داير يكون ملان ناس. كبسوا لي عشان البس ارتفع. راشد يحلل، وراشد عايز صحي والله يا يخلي. يحلل لك أقيف يا راشد. والله يا كتر خيرك. أقيف يا راشد، ما تكبس ما تكبس. والله ما قصرت تب.